أجدادنا المصريين القدماء كانوا بيشربوا من ماء النيل زي ما احنا عارفين، بس كانوا بينضفوا أو بيفلتروا المياه دي ازاي؟ انت أكيد بتشوف المياه العذبة متعكرة كده ومش حلوة. هم عرفوا حتى ينقوها من البكتيريا والجراثيم وغيرها من الأمراض ازاي؟ والله احنا عرفنا من النقوش على المعاجد والبرديات إنهم كانوا بيجيبوا بذور نبات اسمه المورينجا، بيطلع في جنوب مصر، وبعدين يجيبوا الأواني الفخارية اللي هيعبوا فيها المياه من النيل عشان يحتفظوا بيها في بيوتهم، ويدعكوا البذور دي داخل الإناء بالكامل، ويتركوا الباقي منه في قاع الإناء مع شوية رمل بسيط، وبكده المياه بتكون نظيفة. تخيل يا أخي بعد 5000 سنة ومؤخراً يجي دكتور من جامعة بين ستيت في أمريكا يكتشف إنه الطريقة بتاعتهم دي كانت عبقرية وصحيحة لأبعد الحدود. العلماء اكتشفوا إنه بذور نبات المورينجا دونا عن باقي النباتات فيها بروتين موجب الشحمة اسمه ال MOCP، عنده القدرة على قتل البكتيريا عن طريق إنه بيتجمع حواليها ويلتصق فيها في المياه، ويفضل يشدها للأسفل لغاية ما تترسب في القاع. طب ما هو ممكن تطلع تاني مسافة ما يتحرك الإناء. هنا جه دور شوية الرمل اللي بيحطوهم أسفل الوعاء، الفخاري أو الطيني أو البرونزي، بيصفي البكتيريا تحته ويمنعها تطلع تاني لحين غسل الإناء وإعادة ملئه مرة تانية. العبقرية بتاعتهم ما وقفتش على كده، ده العلماء عرفوا إنه البروتين ده ما بيطلعش في الثمرة غير في وقت معين في فصل الشتاء، وبعد كده بيدوب أو بيروح، واللي يصدمك إن هو ده الوقت اللي كان أجدادنا بيحصدوا فيها الثمرة. طب عرفوا إزاي بجد إنه النبات ده هو اللي بيعمل كده دونا عن باقي النباتات الموجودة حواليهم؟ عرفوا الوقت إمتى والفعالية بتاعته والميكانيزم. دي كيمياء معقدة وهم ما كانش عندهم على الأقل ميكروسكوب. علامات استفهام كبيرة وكتيرة قدام هذا التقدم الغامض والمبهر لأجدادنا. تحية للأجداد. لو الفيديو فادك سيبه ينتشر عشان غيرك كمان يستفيد، وادعمنا بلايك وقول لنا رأيك في كومنت.